السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. ايام جميله احنا عايشين فيها مع بدايه العام الجديد، وايام اجمل مع بدايه شهر رجب المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وبنقول تاني، ومش هنحدد فئه معينه داخل مصر، بل بنقول لكل الشعب المصري كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح. وهنا انا بقول لكل الشعب المصري مولد المسيح حق، السيدة مريم العذراء حق، انجابته بدون تدخل بشري حق، يوسف النجار حق، الميلاد حق. ولا حرج ان احنا نقول لبعض كل سنة واحنا جميعا بألف صحة وسعادة وخير، ونتمنى الخير والسعادة والفرح جوه كل بيت مصري. يا سادة يا محترمين، نهني بعض بالمناسبات السعيدة، المناسبات الدينية، بالأفراح اللي نتمنى ان كل بيت يبقى جواه فرح وفرح، ما يكونش جواه حزن ولا اي شيء في مآسي للبشرية. فعلشان كده انا بقول لحضراتكم جميعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد السيد المسيح. وان كنت بخص في تهنئتي لاخواتي المسيحيين في مصر وفي الشرق الاوسط، ولكن انا بعمها على الجميع، وده طبعي، لان احنا مؤمنين بكل الانبياء والرسل والصالحين وآل البيت، وكل من كان برسالة من عند الله عز وجل احنا مؤمنين بيه. وطبعا مش هنلاقي، احنا بنحب سيدنا عيسى يسوع المسيح، بنحب حب مفيش بعد كده. احنا كلنا متفقين وعلى قلب رجل واحد، بناكل في طبق واحد، بنشرب من كوبايه واحده، بنقابل بعض في الشارع، انت مش عارف دوت ايه وهو ما يعرفش حضرتك ايه، ولكن كلنا في النهايه واحد، كيان واحد، بيئه واحده وعيله واحده واسره واحده، ومشتركين في كل شيء في الدوله. علشان كده يا ساده محترمين، انا جاي النهارده بمنتهى الفرح وبمنتهى السعاده، بقول خاصه لاخواتي المسيحيين، رجال نساء اطفال شيوخ كبار صغيرين، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلكم دايما من المعيدين، ويجعل الفرح والاعياد في بيوتكم ما تنتهيش ابدا. وعامه للشعب المصري كله كل سنه بقى واحنا طيبين. وبدات كلامي قلت احنا بدانا سنه جديده وبدانا شهر كريم، وبيعم على الكل اعياد الميلاد المجيد، وجاي بعدها شعبان ورمضان، ايام كلها ايام جميله، ربنا يجعلها ايام فرح وايام سعاده وايام خير للجميع. امين يا رب العالمين. مره واثنين وعشرة بنقول كل سنه وانتم طيبين، وانا هنا مش هتطرق لاي حديث تاني. اللي عاوز يدخل يقول كل سنه وانتم طيبين خير وبركه وعلى راسنا من فوق، واللي عاوز خلاف ذلك الموضوع مش محتاج ان انت تزعل نفسك ولا تضايق روحك، ابعد عننا واعمل اللي انت عايز تعمله بعيد عننا. واللي عاوز مرجع ديني يرجع لشيخ الازهر ومفتي جمهورية مصر العربية. انا بختار لكم اكبر 2 مراجع دينية. المرجع الديني بتاعنا الاول والاخير شيخ الازهر، نرجع ونشوف رأيه ايه وكلامه ايه. اللي بعديه مفتي الديار المصرية، ارجعوا له شوفوه رأيه ايه في المواضيع دي. شوفوا زياراته للكاتدرائية وتهنئته للبابا في عيد الميلاد، وزيارة البابا للمشيخة الازهر للتهنئة بالعيد الفطر والعيد الاضحى. يا سادة محترمين، التسامح والحب مطلوبين لينا جميعا، وبالاخص في الفترة اللي احنا عايشينها. الاحتقان والضيقة والزعل مش مطلوبين. وان كنت انت متمسك بالزعل والضيق والنكد والقرف، فتمسك بيهم وخد لك جنب، ابعد. خلي اللي عاوز يفرح يفرح، احنا جايين نفرح وجايين ننبسط وجايين نحط السعادة على وجوهنا اللي مطلوب ان انت تقابلني بيها وانا اقابلك بيها. وخلي اللي في القلب في القلب. يعني ايه بقى الحتة اللي في القلب في القلب؟ علشان ما حدش يقول لك ايه
ده الناس بتقابل بعض وفي نفاق. لا، انا اقصد بحته القلب، خلي اللي في القلب في القلب فيما يخص بيتك. يعني بيتك في امور، اكيد كل البيوت مقفوله على امور ما يعلم بها الا ربنا، انت وحدك اللي بتعيشها، الناس ما ذنبهاش حاجه معاك. لكن انا لما اقابلك تقابلني بوش مبتسم، لان انا بقابلك بوش مبتسم، بسلم عليك بكل حب، تسلم عليا بكل حب، ونخلي اللي في القلب في القلب لما ننفرد بالنفس ونشوف حلول لكل الامور. وطالما هنحكم العقل هتعدي البر الامان. مش هطول عليكم اكتر من كده يا ساده محترمين، احبابي واصدقائي وزمايلي. انا بهني الجميع بعيد الميلاد السيد المسيح، مولد السيد المسيح يسوع المسيح. حق الميلاد، حق الشخصية، شخصية جميلة وحبيبة وعزيزة على قلوبنا جميعا. السيدة مريم العذراء، السيدة مريم العذراء، مفيش حد في الشعب المصري ما بيحبهاش، بالعكس ده احنا كمان وما زلنا اهالينا في الصعيد وفي بحري كنا نلاقيهم معلقين صورة السيدة مريم العذراء، وان كانت احنا بنشبهها بيها لان هي رمز للجمال وللنور. السيدة مريم العذراء انجبت السيد المسيح بدون اي تدخل بشري، كلنا مؤمنين بذلك، مؤمنين بالرحلة المقدسة الى مصر ويوسف النجار، مؤمنين بذلك. ولذلك بقول للكل مش لحد معين، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف صحة وسعادة، وربنا يجعلكم دايما من المعيدين المبسوطين السعداء الفرحانين، يبعد عنكم الحزن جميعا، امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد السيد المسيح، عيد الميلاد المجيد. السلام عليكم.